يا بخت اللي صدقوا من غير ما شافوا. نصدق من غير ما نشوف حاجه، مش ده خالص اللي بيقول. عايز اشارك بحاجه تانية مثلا موجوده في يوحنا اصحاح 20 عدد 24 ل 27، وبعدين بيكمل لغايه من 29 ل 31. اسمع كده عشان عندنا شويه لبس في الحته دي برضه لما بنقول احنا هنتكلم عن المسيح. اما توما، القصه المشهوره خالص، اما توما احد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم، فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الاخرون قد راينا الرب، فقال لهم ان لم ابصر في يديه اسر المسامير واضع اصبعي في اسر المسامير واضع يدي في جنبه لا اؤمن. وبعدين بيقولوا بعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم. ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما، اسمع ركز معايا في الآيات دي، لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. أهو المسيح هو بيقول مش محتاجين نصدق، مش محتاجين نشوف أي حاجة، مش لازم يبقى في عندنا evidence، مش لازم يبقى عندنا في أدلة، يا بخت اللي صدقوا من غير ما شافوا. يبقى المسيح بيقول لنا اهو نصدق من غير ما نشوف حاجه، مش ده خالص اللي بيقول. لو قرينا الايه اللي بعديها على طول، وايات اخرى كثيره صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم اذا امنتم حياه باسمه. فالايه اللي بعديها دي ايه مهمه جدا. هو بيقول يا بخت اللي شاف، يا توما انت شفت، يا بختك عشان انت شفت، بس يا بخت ناس تانية امنت وما شافتش. مش ان المسيح مش عايزنا نؤمن غير ما نشغلش دماغاتنا ونقفل عيوننا، وقال اهو يا بخت اللي يصدق من غير ما شاف. هو بيقول انه الشوفان جزء من الادله بس مش كل الادله. الايمان ينفع يكون انه المس واشوف بعيني، بس ده جزء من الادله، ده واحد من ضمن الادله، انه المسيح كان موجود ومات وقام في اليوم الثالث وينفع اشوفه وينفع اصدق فيه. انه اشوفه بالعين المجرده ده واحد من الحاجات، بس يا بخت كل الناس اللي ما شافتش، بدليل انه بيقول انه في الكتاب ده في حاجات تانية كتير اتعملت المسيح عملها، الكتب ما تسعش انه حتى تكتفي في كتاب واحد انها تتكتب. انا بشوف انه دايما نركز على المسيح، نتكلم عن المسيح. المسيح عايزنا نشوفه حتى لو مش بالعين المجرده، لكن ينفع عندنا ادله كافيه تقول مين هو وينفع نصدق فيه.